وقت ما الناس كلها عينيها في امريكا في كاس العالم للانديه ومين هيلعب ومين مش عارف ايه، وكل الفرق مركزه في البطوله وشايفين ان هو تحضير كويس، الا كام فريق كده كحيان قاعد في بيتهم مش لاقي اي حاجه يعملها. من ضمن الفرق دي برشلونه، عمك السيد لابورتا وصديقه الصدوق المدير الرياضي ديكو قاعدين كده مع بعض وبيقولوا مش عارف هنجيب مين وهنجيب مين، طب مين ماشي طب مين قاعد، نفس حوارات كل موسم انتقالات، وفي النهاية بيجيبوا صفقة كحيان. بس على ما اعتقد الموسم ده بيتعاملوا باحترافية كده، وده طبعا مش عشان حاجة، عشان طبعا هانز فليك يعني هو طبعا دلوقتي اللي مسؤول عن كل الصفقات، مش زي كل سنة مثلا او كده، لا هو اللي بيحدد الاسماء اللي هو عايزها فعلا. وحاليا في اكتر من اسم متداول، يعني وفي عندك لويس دياز، ده طبعا ديكو هو عايزه، هو بالنسبه له ديكو دوت هو الصفقه الحلوه. وفي طبعا هانز فليك قال لهم انا حط لهم بقى اختيارات تانية زي راشفورد ونيكو ويليامز. وبالمناسبه نيكو ويليامز هو حاليا شاري النادي، بعتوا وكلاءه وقعدوا مع ديكو، وهانز فليك شخصيا كلمه عن مشروع برشلونه وان هو محتاجه في الفريق. بس المشكله الاكبر والعقبه الاكبر في صفقه نيكو ويليامز الشرط الجزائي. الشرط الجزائي حاليا هو 58 مليون يورو. هو بالنسبه لناس كتير ده ايه الرقم ده رقم تعبان بالنسبه لامكانيات نيكو ويليامز. بس الفكره مش هنا، الفكره هنا ان انت هتكيش ال 58 مليون وممكن كمان يوصلوا ل 60 65 مليون يورو، ودول لازم تكيشهم عشان تخلص الشرط الجزائي واللاعب يكون عندك. بس هو الاداره حاليا ليه بيفكروا في لويس دياز. لويس دياز بالنسبه لهم لو تفاوضوا مع ليفربول مثلا على 3 4 يصاد مثلا وصفقه هتكلف النادي من 60 ل 65 مليون يورو، لا هيقول لك نجيب لويس دياز، لان هم مش في حمل اصلا ان هم يكيشوا 60 او 65 مليون على الترابيزه. ده الحارس خوان جارسيا لما جابوني اسبانيول ودفعوا الشرط الجزائي، قيمه الشرط الجزائي بتاعته 25 مليون يورو. ده قعدوا يجمعوا كده في الفلوس ديت اللي هو اصلا رقم ما يذكرش، كانوا بيجمعوه. ما بالك انت عايز الاداره تكيش 60 65 ولا 70 مليون على الترابيزه، خاصه كمان ان اداره ليفربول مش عايزه تفرط في اللاعب. بالنسبه لهم اللاعب دوت هو من مشروع ليفربول، بس طبعا هم عايزين يمشوه، بس طبعا ايه بيغلوا بالبلدي كده في البضاعه بتاعتهم. اداره برشلونه حطت حد للصفقه دي 60 مليون، بس اداره ليفربول عايزه من 75 ل 85 مليون، وده رقم كبير طبعا فلوس دياز، خاصه انه مش صغير ده سنه كبير. وطبعا الاداره حاطين بقى اختيارات تانية زي راشفورد، بس هم عايزين راشفورد سنه اعاره مع عقيده الشراء يعني، لان هم مش عايزين يعني لانها صفقه ريسك برضه. بس في نفس الوقت مانشستر يونايتد عايز يخلص من اللاعب، حاطط بيقولوا له اللي عايز يشيل ماركوس راشفورد بيع نهائي ب 40 مليون، اللي عايز يشيل. بس اداره برشلونه لا، عايزين ياخدوه موسم اعاره، وبعد كده لو اللاعب نجح وكسر الدنيا يقدروا بقى ايه ياخدوه يفعلوا بند الشراء. وطبعا ده الجماعه في اليونايتد مش حابين الكلام ده. وفي اسم بقى من الاسماء برضو اللي هانز فليك رشحها لوكمان ده من اللاعيبه الجامده قوي، يعني الجامده قوي اللي انا نفسي اشوفهم في برشلونه. وبالمناسبه يعني لوكمان دوت على ما اعتقد الشرط الجزائي بتاعه تقريبا ما يوصلش ل 50 مليون برضه، فارقام ضعيفه. بس المشكله ان انت شرط جزائي يعني لازم تكايش الفلوس، واداره برشلونه عايزه تتفاوض مع الانديه بحيث ان هم يقسطوا اللاعيبه دي، يقسطوا الفلوس ديت على 3 مراحل او اكتر من كده كمان. وفي كمان وبالمناسبه كمان يعني هانز فليك عرض على اداره برشلونه بيريزيتش. على فكره بيريزيتش دوت ارقامه كويسه جدا، هو عايزه لتقويه الدكه، وكمان لاعب خبره وبيلعب في اكتر من مكان، بيلعب هاف يمين وهاف شمال وبيلعب باك شمال كمان، وممكن يلعب في حته المهاجم برضه. هو المشكله اللي هو كبير في السن، بس انت برضه ايه يعني لاعب فري، ولاعب اصلا كان بياخد مع بي اس في اندهوفن تقريبا ما كانش بيتعدى المليون يورو على ما اعتقد، نص مليون يورو، رقم ضعيف يعني، ارقام ما تذكرش. فانت لاعب سهل تجيبه لتقويه الدكه يعني. وفي بقى لعيبه تانية الاداره بتفكر فيها زي مثلا ان هم يقووا الباك الشمال مع بعض. هم مش مقتنعين ان هو يعني ايه جيرار مارتن اللي هو يقعد موسم كمان، او ممكن يطلعوه اعاره، خاصه انه جاي له عروض من البريمير ليج كمان. هم حاليا عايزين بيفكروا في جريماردو لاعب باير ليفركوزن، اللاعب دوت شرط الجزائي بتاعه 29 مليون، فهي ارقام يعني برضه ما تذكرش، واللاعب برضه مش صغير يعني 29 سنه. وفي بقى اندرسون ده باك يمين موناكو الفرنسي،
اللاعب ده من اللعيبه الجامده قوي، يعني ممكن يعني بيفكروا انهم يدخلوه في صفقه فاتي، عشان فاتي خلاص هو بيخلص كل حاجه مع موناكو. بس موناكو معطل الصفقه في حاجه، موناكو عايزه ان اللاعب يكون اعاره ويتحمل جزء من مرتبه، وده طبعا مش حابب برشلونه. عايز تشيل لاعب، شيل اللاعب، ممكن تاخده مثلا ايه اعاره مع عقد الشراء وانت تشيل المرتب بتاعه، لكن ما تقولش انا هشيل جزء من مرتبه، ده مش هينفع. وفي بقى يعني ايه كذا لاعب كده فيهم عجز في الفرقه، يعني خاصة ان ديكو من كام يوم برضو على ما اظن الاسبوع اللي فات صرح وقال ان احنا في الاولويات ان احنا برضو نجيب مهاجم. يعني مهاجم في ظل وجود ليفاندوسكي قاعد معاك موسم كمان، وعندك فران توريس. هو لازم تجيب مهاجم، بس الفكره ان انت تجيب مهاجم في وجود ليفاندوسكي وفران توريس. طب مين اللي هيكون اساسي ومين بديل؟ ولا هتبيع مثلا، ولا بتفكر ان انت تبيع فران توريس؟ خاصة ان استون فيلا عايزينه، حاطين فيه رقم يعني رقم كويس. وفي برضه فيران توريس عايز من فيرمين لوبيز، تشيلسي عايزينه، حاطين فيه رقم كبير 70 مليون يورو. وخاصة كمان ان انت محتاج فلوس، بس الفكرة ان فيرمان لوبيز من العناصر الاساسية في تشكيلة هانزي فليك، بيعتمد عليه بشكل اساسي، خاصة ان هو مفنش الليجا مفنش الموسم بشكل كويس جدا، يعني عامل اداء كويس وبيلعب في اكتر من مركز، بيلعب نص ملعب وبيلعب تحت المهاجم وبيلعب برضه هاف شمال. فديت برضه يعني ايه، يعني من اللعيبه اللي هتفيدك برضه، خاصه ان هو ايجابي على الجول، لاعب ايجابي على الجول برضه. بس في المركز ده انت عندك اولمو في حته رقم 10، وخاصه كمان ان انت لو جبت كمان يعني هاف يمين، فانت فكره ان انت رافينيا مش هيلعب برضه ايه ناحيه الهاف اليمين، هيكون بديل مثلا ايه ليامال او يلعب رقم 10. فانت فكره ان انت تجيب اصلا لاعب هاف يمين، هو ده يعني ايه الصفقه الاهم واللي اداره برشلونه شغاله عليها بعد حراسه المرمى. وبنسبه كبيره يعني ايه هم بيضغطوا على لويس دياز، هم عايزين لويس دياز، لان هانز فليك برضه شايف ان لويس دياز مميز في حته الضغط. بس اكبر سلبيه في لويس دياز اللي هو ما بيد يعني ما بيلعبش مع زمايله، يعني حته برضه اللعيبه اللاتينيه دايما بتحب تمسك الكوره وبتعمل استعراضات، يعني ما بيشوفوش حد معاهم في الفرقه. فدي مشكله، بس مع هانزي فليك لا، المشاكل دي كلها هتتعالج. خاصه ان هانزي فليك، يعني هانزي فليك انت بتتكلم ان رافينيا كان ماشي اصلا الموسم اللي فات ومحدش كان طايقه في النادي. شوف يعني انت هانزي فليك عمل منه لاعب بلندوري. فالفكره ان انا واثق في الراجل ده، ان اي حد هيجيبه انا واثق ان هو هيطلع معاه قماش. بيريزيتش انا متاكد انه هيعمل معاه شغل كويس، وراشفورد كان متاكد انه هيرجعه لمستواه لو يجا. بس انا نفسي فعلا في نيكو ويليامز، خاصه ان يمين يامال يعني صديق مقرب ليه كمان، والاثنين اصلا فاهمين بعض كويس جدا، واللاعب اسباني، يعني مع فرقتك مع كل فريق برشلونه اللي اغلبيتهم اسبان ولعبوا مع بعض في المنتخب، فدي هتكون صفقه كويسه. مش لاعب مثلا هيجي لسه هيتعرف بقى على الدوري الاسباني ولسه هيتعرف على فريق برشلونه، لا هو اوريدي واخد على الفرقه وواخد على الجو العام في اسبانيا. وبس دي كل الاخبار اللي موجوده. وفي لعيبه كمان يعني هتمشي الفتره الجايه، في باو فيكتور وفي بابلو توري، وفي كمان ممكن يمشي كريستنسن، وفي اكتر من لاعب تاني هيمشي. بس الفكره ان انت عشان تجيب نيكو ويليامز لازم تمشي نجم كبير. ممكن يعني عشان تجيب نيكو ويليامز لازم تمشي مثلا حد زي فيرمين لوبيز، ودي حاجه انا ما اتمناهاش، يعني نفسي فيرمين لوبيز يكمل، واعتقد ان هو هيكمل، يعني لان هانزي فليك يعني شايف ان هو من العناصر الاساسيه بتاعته اللي ما يقدرش يستغنى عنه يعني. وبس دي كل الاخبار اللي كانت موجوده. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو انا بشكرك جدا، اتمنى ان انت لو وصلت لحد هنا في الفيديو انك تعمل لايك وتشترك في القناه، وتسيب لي رايك في الكومنتات كده بقى ايه اللي انت شايفه الفتره الجايه، ومين الصفقه الحلم بالنسبه لك، وتوقعك بقى الموسم برشلونه الموسم الجاي، خاصه يعني ان انت عندك المنافس بتاعك ريال مدريد يعني نازل يجيب صفقات زي الفل بقى كده، ده غير كمان المشروع الجديد مع تشابي الونسو. سيبوا لي رايك في الكومنتات وبس كده. ولو في اي جديد ان شاء الله يعني هعمل لكم فيديوهات تانية قريب، يعني عن اي خبر بقى ينزل قريب، مش شرط بقى عن برشلونه، عن اي فريق تاني يعني. والفيديو الجاي ممكن يكون بنسبه كبيره يعني ايه عن ان شاء الله يعني عن الصفقه اللي هتكون خلصت يعني. السلام عليكم.